السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد، فيديو متروس أشياء منتجات اشتريتها وأماكن رحتها. حبيت أشارككم يومي. أهلا وسهلا فيكم، وحبيت أشكر كل متابعيني على الفيديو اللي راح الأسبوع الماضي اللي كان هو يوم الأحد. صراحة تحطيم. شكرا 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 لكل المتابعين والكل اللي اشتركوا معي في القناة. أبدأ معاكم اليوم منتجات اشتريتها. طبعا هذه منتجات حريمية. أحب أوريكم أول شي هذا الغسول المنطقة الحساسة، جميل جدا. أما أول مرة أشتريه ودايما أشتريه بصراحة، مريح. وهذا السبراي نفس الشي للمنطقة الحساسة. إذا حابين أسوي لكم عنهم ريفيو مفصل خبروني تحت في التعليقات. وهذه البودرة نفس الشي للمنطقة الحساسة، تخلي المنطقة جافة وريحتها حلوة. هذا طبعا تقدري تستخدميه يومي. إذا حابين فيديو مفصل خبروني تحت في التعليقات. عندي بعد هذا الجل، سكراب جل، جميل جدا. هذا أنا اشتريته تقريبا ريال و350. واجد حلو. راح أوريكم قوامه بعد شوي. اشتريته وراح أرجع أشتريه مرة ثانية، يمكن أجرب على روايح ثانية ونكهات ثانية، بس هذا اللي على الستروبري واجد حلو. عندي هذا بعد الغسول، هذا مقشر أصلا يومي، فأنا استخدمه يوميا الصبح. صراحة عجيب، اللي بشرتها مختلطة مثل بشرتي أنا حبيته يعني. وعندي هذا بعد اشتريته من مول مارت، نفس المكان اللي اشتريت منه الجل، مزيل ميك اب. خلاص لو تشوفوا ما باقي منه شي. جميل جدا بعد، وايد حبيته. هذه هي المنتجات اللي استخدمها تقريبا بشكل يومي. أحبها، وفي منتجات اشتريتها من قبل ومنتجات اشتريتها جديدة وأرجع أشتريها. هذا الجل راح أوريكم قوامه، ريحته خيال خيال خيال. نفس الجام، على مثل ما مكتوب يعني كأنه جام، بس ريحته عجيبة ويخلي المنطقة ناعمة. حطيتي على يدك على بشرتك يخليها ناعمة ناعمة. شايفين كيف؟ وراح اوريكم بعد قوام هذا السكراب اليومي اللي استخدمه. نفس الشي ناعم على البشرة، معناته تحسي فيه حبيبات مثل ما ملاحظين. بتحسي انه فيه حبيبات فيه، تعمل لك تقشير للبشرة، ولكن حبيبات ناعمة ما تأذي البشرة. واصلا احنا لما نعمل تقشير سواء بمنتج اشتريناه او سويناه طبيعي في البيت، لازم بشرتنا تكون بشويش يعني، ما تقشير تقشيري يعني، فاهمين علي. وبس هذه هي المنتجات اللي أحب استخدمها دايما. هنا طلعنا العصر ورحنا منطقة كذا قريب البيت فوق. احنا فوق يعني نقدر نشوف دارسيت كامل من تحت. عجيبة هنا، بس للأسف ما قدرنا نروح أكثر فوق لأنه ممنوع. هي منطقة إرسال هنا، فما نقدر نروح نكمل فوق. هذا هو المكان مثل ما شايفين. طبعا انتوا عارفين ان احنا الحين في شهر محرم، احنا كلنا اخوان وكلنا
يعني كلنا حبايب، ما في فرق بين سني وشيعي وأباضي، بس نحن في شهر محرم الحين، شهر تستجاب فيه الدعوات إن شاء الله. أتمنى إنكم تدعوا من قلبكم، والله يرزقكم بكل شي تتمنوا، الله يقضي حوائجكم كلكم إن شاء الله واحد واحد. فأتمنى إنكم تستغلوا هذه الأيام المباركة، الله يرزقكم إن شاء الله يا رب كل متابعيني. طبعا رجعنا البيت وغيرنا وصار الليل، والحين رايحين إن شاء الله المطرح، رايحين الماتم نشوف أجواء محرم هناك، متعودين نروح القرم، فهالمرة رايحين مطرح. مثل ما خبرتكم إن شاء الله دعواتكم مستجابة، والله يقضي حوائجكم ويرزقكم يا رب العالمين. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو، أشوفكم في الفيديو الجاي، وأشكركم مرة ثانية المشتركين الجدد، متابعيني القديمين كلكم على راسي. مع السلامة، وأشوفكم في الفيديو الجاي.